طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة تاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم الأول المنهج الجديد، وهو الحضارة اليونانية. الحضارة اليونانية تعتبر أقدم الحضارات في أوروبا، بتوجد في جنوب شرق أوروبا. قامت الحضارة اليونانية ديت موقعها الجغرافي في قال لي بتطل على بحر إيجا والبحر المتوسط، وده سبب ازدهار التجارة البحرية ليها والتواصل مع حضارات الشرق زي مصر وفينيقيا. طيب، حضارات بلاد اليونان القديم تأثرت بمصر ازاي؟ هتقولي زي حضارة كريت. تأثرت بمصر ازاي؟ مصر أعطت لكريت النبات البردي والعاج والذهب. حضارة كريت ديت كانت جزيرة بحرية لها علاقات تجارية وثقافية مع مصر في عهد الدولة الحديثة والوسطى. حضارة إسبرتا كانت بتمتاز بالنظام العسكري الصارم، لدرجة إن الأطفال فيها كانوا بيتلقوا فيها تربية قاسية وتعليم قاسي. دي جزء من حضارة اليونان. حضارة أثينا اللي جت بعدها، حضارة أثينا ده هي تتميز بتنوع في الزراعة والصناعة والتجارة، ده حقق التوازن بين طبقات المجتمع. الحضارات ديت ضعفت المدن اليونانية بسبب الصراعات على الصراعات اللي بتحصل في نهاية كل دولة. اللي جه بقى ووحد البلاد دي كلها ملك اسمه الملك فيليب الثاني المقدوني، هو اللي وحد البلاد. هو من مقدونيا باليونان، وهو يعتبر هو أبو الإسكندر الأكبر. وحد بلاد اليونان تحت حكمه ومهد الطريق لابنه لنشر الحضارة. أهم الملامح الحياة السياسية، كانت الحياة السياسية عندهم في اليونان عاملة ازاي؟ قال لي الحكم عندهم كان عبارة عن دويلات مدن، في كل مدينة حاكم هو اللي بيحكم، هو اللي بيضع القوانين وبيعاونوا مجلس الأعيان. نظام دويلات المدن ده ما استمرش، جه بعده نظام الأرستقراطية، النظام الأرستقراطي. الأغنياء اللي معهم أراضي كتير هم اللي بقوا يحكموا. ده ما عجبش الشعب لأنه معظمه مش أغنياء. فتالت نظام في الحياة السياسية هو النظام الديمقراطي، اللي الشعب هو اللي من حقه يختار الملك بتاعه ويصوت الانتخابات يعني، ويضع القوانين يشارك فيها. دي أهم الحياة السياسية. الحياة الاقتصادية، الزراعة ما كانتش عندهم الاعتماد الرئيسي، كانت قليلة. التجارة كانت مزدهرة. الصناعة اعتمدوا على صناعة السفن وصناعة الفخار والأسلحة، يبقى سفن وفخار وأسلحة. الحياة الفكرية والعلمية ازدهرت نبغوا في الفلسفة. أهم أشهر الفلاسفة عندهم أرسطو، أفلاطون وسقراط. أرسطو وأفلاطون وسقراط دول كانوا خاصين بالتفكير بمشكلات المجتمع، يعني دي معنى الفلسفة، تفكير بمشكلات المجتمع والعمل على حلها. الأدب نبغوا في الشعر والمسرحيات. العلوم برعوا في الرياضيات والطب والفلك. العالم الطب عندهم أبوقراط. العمارة والفنون، العمارة بنوا المعابد اللي هي البارسينيون، مثل البارسينيون بأثينا، والأعمدة والزخارف. والنحت نقشوه بتفاصيل الحياة الواقعية. ده كل ما يخص الحضارة اليونانية. مصر بقى تحت حكم الإسكندر. فيليب ده لما يموت ابنه هيجي الإسكندر الأكبر تولى الحكم وعنده 20 سنة. هو شارك أصلا مع أبوه في سن صغير في الجيش. تعلم على يد أرسطو. هو أكمل ما بدأه والده، اللي هو عمل تقوية الجيش عشان يبقى قوي ويفتح بلاد كتير، يعني اتبع سياسة والده اللي هو لازم يقوي الجيش. وكانت الفرس هي عدوهم اللدود. عمل على محاربة الفرس، يشوف الفرس موجودة فين ويروح يحاربهم. الفرس في الوقت ده كان مستولية على مصر، فراح حاربهم في مصر وهزمهم، واستولى على مصر 332 قبل الميلاد. وراح هزم الفرس في بلادهم نفسها، لدرجة ان الحاكم الفرس استسلم. كمان المصريين رحبوا بالاسكندر عشان يخلصهم من ظلم الفرس. لما دخل مصر الاسكندر وهو ماشي على البحر كده، وهو ماشي في شمال مصر،
عند قرية راكودا. قدامها جزيرة كده اسمها فارس. قال قرر يبني مدينة اسمها الإسكندرية. يبقى اللي بنى الإسكندرية هو الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر توفى، ما كانش ليه وريث، ما كانش عنده أبناء. اتفقوا طبعا كان عنده قادة للجند، قادة جيوش كتير أقوياء. الأقوياء منهم اتفقوا إن هم يقسموا. كان عنده إمبراطورية كبيرة من سبب الحروب والانتصارات كان عنده إمبراطورية كبيرة، فقسموا الإمبراطورية اللي تحت حكم الإسكندر على قادة الجيش. اللي خد مصر واللي قال كان عايز مصر هو بطليموس بن لاجوس، هو اللي اختار مصر. طيب مصر بعد كده هتدخل فترة جديدة اللي هي مصر تحت حكم البطالمة. سميت بالبطالمة لأن كل اللي هيجوا اسمهم بيبدأوا بطليموس، فعشان كده سميناه البطالمة. مصر هتتحكم تحت حكم البطالمة 300 سنة، يعني 3 قرون، والقرن 100 عام. بطليموس الأول هو اللي أسس البطالمة وقضى على جميع منافسيه وخلى مصر مستقلة عن إمبراطورية الإسكندر. بطليموس الثاني أكمل مدينة الإسكندرية اللي بناها أصلا وأنشأها، اللي أنشأها أصلا بطليموس الأول اللي هو أبوه، هو بقى أكمل بناء مدينة الإسكندرية. بطليموس الثالث أجرى إصلاحا على التقويم المصري بإضافة يوم كل 4 سنوات عشان يتوافق التقويم، ما جعل السنة المصرية تتوافق مع السنة الشمسية، يبقى أصبحت 365 والربع بدل ما كانت 365. طيب آخر ملكة من ملوك حكم البطالمة هي كليوباترا السبعة. كانت بتتميز بالشخصية القوية والطموح وبراعتها السياسية والحكم. دخلت في معركة ضد الرومان بقيادة أكتافيوس في معركة اكتيوم البحرية، انهزمت فيها بسبب الهزيمة الكبيرة، ما تحملتهاش، انتحرت، وبذلك انتهى حكم البطالمة. مصر واليونان بقى ازاي كان علاقاتهم مع بعض؟ قال لي مصر خدت ايه واليونان خدت ايه، يعني بيتبادلوا ازاي؟ قال لي مصر خدت من اليونان، استوردت مصر من اليونان الفخار والزيوت والأخشاب، أما اليونان استوردت مصر الذهب والأحجار الكريمة. كمان اليونان تأثرت بمصر في فن العمارة، نحتوا التماثيل الواقفة وذات التاجين من المعابد المصرية، والعلوم والفلسفة برضو تأثروا بيها اليونانيون. ازاي؟ أفلاطون وفيثاغورس جم مصر عشان يتعلموا من مصر ويتعلموا من الكهنة اللي موجودة في مصر. كمان مصر خلال العصر البطلمي كانت اللغة الرسمية ليها هي اللغة اليونانية، عشان أنا أرسل رسالة لأي ملك بكتبها باللغة اليونانية، كانت مستخدمة في الحكم والإدارة. وكمان ظهر معبود مشترك ما بين الثقافة المصرية واليونانية اسمه سيرابيس. هو ما كانش مفروض اللي عبادته على الشعب المصري، لأن الشعب المصري كان عنده معبودات زي أمون وأوزيس وأوزوريس، بس ده تقربا من المصريين. شوفوا ذكاء البطالمة. ده كان درسنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.